صار لي تقريبا شهر ساهب عليكم، فشنو اليوم راح اونسكم، راح اشوف لكم مقاطع بحياتكم ما شايف ولا انا شايف اصلا. حط لنا لايك وجيب لنا انترو يا المدير. زينب بنت الديوانية خرجت عن السيطرة، يعني يوميا قامت تنزل مقاطع لا يملها ياكل، لا تقوم صوري الطليان، لو ساعة ويا الكلاب. يا اخي حيرة، خلنا اشوفكم احد المقاطع مالتها. انتم ملاحظين شي؟ اكو سواد بيدها، شنو يعني؟ يمكن جزء حتى الحمام ما تعرفه، بس وع السواد زين. صراحة يوميا اشوف مقاطعها وانصدم، بس راح اعطيكم الكبيرة بحياتكم ما شايفيها، خل اشوف لكم اياها اخر ابداعاتها. صدقوني شت يا رجالة، عافت المكان كله قامت تصور بالحمام وقامت تغني بالحمام. والله شي ضحك. راح انطيكم الشبيهة مال زينب بنت الديوانية الفرع الثاني. الله 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 تفر بيدك فلك فلك، ولك يحضر ملك ملك. تفر بيدك فلك فلك، ولك يحضر ملك ملك. علي القادر، علي الصابر، علي الصابر، علي الله الله، علي النصر، علي. مو قلت لكم ان النماذج ما راح تنقرض؟ شلون الفيروس كورونا يعني قاعد يتكاثرون، بس قد نريد نقرض بهم، بس يا اخي عندهم مواهب ما قاعد تندفن. خاصة هذا التصوير اللي سوته ما فهمت انه المعنى مالته، انه قاعد تتمشى ونزلت من الدرج وقعدت وقاعد تلعب بجنطة. ما اعرف شنو النغزة بالموضوع. خلينا نشوف لنا غير مقطع. اعوذ بالله، هاي مين طلعت لنا؟ معقولها مغنية تركية؟ استغفر الله. خلينا اكمل. Sarıl bana sevgilim yazdım, son satır bu sana. Sarıl da artık bitsin. ركزت على حكيها، انا عبالي صراحة تغني تركي، طلعت هاي تحضر طلاسم. اعوذ بالله. يا اخي شو وقت تنقرض؟ بس اريد اعرف اذا اكو مشعل موهبة لها موهبة مستقبلية بالدفن. نشوف انا احد مقاطع زينب بنت الديوانية نختمها احسن لنا. البياض اللي بيها حيل حنين، حتى الشرايين بعيدا عن الغيم والحسام وبعيدا عن لبستها، بس قاعد ركزولي على الحذاء، جاب الالوان كلهن خلصا الالوان، قمت تلبسين اخضر، شيء عجيب الصراحه يعني. المهم رايدكم الموضوع انه راح اغير اسم القناه وراح اغير صوره القناه، راح اسوي كرتون بلهجه العراقيه، يعني تحشيش بين قوسين. لا اريد من عندكم انه الدعم والمشاركه المقطع، تمام؟ واشوفكم مقطع جديد واسم قناه جديد والصوره. مع السلامه. لا تنسوا حطوا لنا لايك.